الدين قوة روحية جبارة، من الطبيعي أنه يكون دافع للتطور والتقدم في المجتمع، خصوصا لو كان بيدعو بكل وضوح للتفكر والتدبر والعقل والنظر في الأرض والسماء وفي أنفسنا. وكمان لو كان أول آيات نزلت فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تعالوا نشوف إزاي الشيخ الإمام محمد عبده فسر الآيات دي. بيقول الشيخ الإمام: ثم إنه لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه عن ابتداء الله كتابه وابتداؤه الوحي بتلك الآيات الباهرات. فإن لم يهتدي المسلمون بهذا الهدي ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم، وكسر تلك الأبواب التي أغلقها عليهم رؤسائهم وحبسوهم بها في ظلمات، وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع، فلا أرشدهم الله أبدا. طبعا تفسير شيخنا الإمام أدى بيدينا إجابات في فهم النص، قيمة الكتابة والقراءة والعلم بجميع أنواعه في الفكر الإسلامي والدين الإسلامي. فهو كمان بيطرح علينا أسئلة كتير، يمكن أهمها واللي لازم نقف عنده ونجاوب عليه: ليه الفكر الديني السائد حاليا ما بياخدش أفكار الشيخ محمد عبده كمرجع وأساس يبني عليه؟ وليه بنروح لمرجعيات تانية ملهاش علاقة ولا بروح مصر ولا بروح العصر؟ يا ترى هل تم اختطاف الدين الإسلامي من قبل الرجعية الأصولية لتحقيق أهداف سياسية؟ وهل يا ترى في تراثنا الفكري الإسلامي فرق إسلامية معتبرة بتدعونا للتفكر والتدبر والتعقل؟ يقول الدكتور محمد عمارة في كتابه القيم جدا تيارات الفكر الإسلامي: وفي الحق فإن مقام العقل عند المعتزلة هو صفحة من الصفحات المشرقة في تاريخ العرب والمسلمين. فالعقل عندهم هو وكيل الله عند الإنسان، جعل إليه أزمة أموره وقيادة نشاطاته. والمعتزلة عندما يعرضون للأدلة وترتيبها يختلفون اختلافا أصيلا عن أصحاب الحديث وعامة أهل السنة في تعداد هذه الأدلة وترتيبها. الأدلة عند أهل السنة 3: كتاب والسنة والإجماع بالترتيب ده، بينما هي 4 عند المعتزلة. يضيفون العقل إلى هذه الأدلة 3 ويقدمونه عليها جميعا، بل ويرون أنه الأصل فيها جميعا. فالعقل هو أول الأدلة، بل هو أصلها الذي يعرف به صدقها. فالله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل، ولذلك تزول المؤاخذة عمن لا عقل له. والشيخ محمد عبده فسر الفرقان في سورة الأعراف على إنه العقل الذي يمكن به فصل الحق عن الباطل. طب ما تيجوا نسمع لدعوة الشيخ محمد عبده ونحرر أفكارنا وعقولنا ونسترشد بفاتحة الكتاب المبين ونمزق الحجب اللي حجبت عن عقولنا نور العلم والحضارة والحرية.